مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. انا عايز اسال انا الاول. وماله، اتفضل، انت ضيفنا برضو. ما بتفكرش اني انظلمت ومحتاج فرصه تانية؟ انا عملت ايه يعني لكل ده؟ دي كانت مجرد غلطه، يعني الكون اتقلب. طب ما انتوا بتغلطوا بدل المره 1000 وبترجعوا عادي. من غير ما افكر، لا، انت ما تستحقهاش. الفرصة التانية دي للي غلط في حق نفسه تجاه ربنا. لكن انت ما كنتش مجرد غلطة، لا، انت غلطت غلطة كبيرة قوي. انت قلت لرب الكون لا مش هسجد، وعصيت امره واتكبرت على امره عز وجل، وقللت من خلقه. فلا، مش مجرد غلطة ويتعافى عنك فيها. كمان حاجة لاحظتها دلوقتي، انت قلت عملت ايه يعني لكل ده، وبتقول لي مجرد غلطة. انت من جواك معمي. انت من جواك معمي عن كل حاجة انت عملتها. انت عايز تعاند رب الكون وما تبقاش غلطان. في كتير شايفين اني مش غلطان. هما العيب فيهم فعلا. ادوك الفرصة انك تقنعهم بكده، لكن اللي يفهم صح هيكتشف حقيقتك. وهيكتشف انك بس بتحاول تشتغل على دماغي ودماغ الناس في انك تقول انك انظلمت. ما كان يتغفر لي؟ طب ما ادم غلط وانطرد من الجنة وربنا سامحه عادي. بس انت ما عملتش شوية. وسيدنا آدم لما غلط بسببك وتاب ورجع ربنا يطلب المغفرة، طلب بكل الطرق وكان ندمان على غلطته دي. كمان سيدنا آدم اتغفر له عشان دي حكمة من ربنا. ربنا قال له فيما معناه: الرحمة مش همنحها عنك يا آدم، علشان باختصار أنا خلقت الرحمة ليك أنت أساسا يا آدم. درس لينا كلنا كبشر، مهما نغلط نتوب ونرجع لربنا ندمين، ونتأكد إن ربنا هيغفر لنا. اصل لما نعرف ان لما حد يغلط خلاص مفيش كده راجعة، واللي هيغلط مرة هيعمل بدل الغلطة 1000 وخلاص، هيبقى عامل حسابه ان الدنيا بايظة كده كده. لكن لما نعرف ان ربنا بيحب التوابين اكتر ناس وبيغفر، ولو عامل كل حاجة غلط ورجعت بقلب نقي بجد هيتغفر لك كل حاجة ان شاء الله. يبقى لازم نعمل حساب الفرصة التانية اننا نبقى احسن ونرجع توابين. ده لما بنعمل كبيرة من الكبائر بنبقى خلاص عارفين ان ربنا غضب علينا. دي كبيرة من الكبائر. بس تلاقي برضو ناس تقول احنا متأكدين ان ربنا غفور رحيم، احنا هنتوب واكيد ربنا هيغفر لنا، والله اعلم بمغفرته لعباده. اكيد ربنا عارف ان اللي جاي ندمان وقلبه نقي مش متكبر وبيجرب هيحصل ايه وخلاص. شفت بقى ان الامور بتختلف ازاي؟ تسمح لي اسأل انا بقى سؤال نفسي اسأله لك؟ قول. بتحقد على البني ادمين في ايه؟ انا ما بحقدش على حد. انتوا ما اقل من ان انا احقد عليكم. قلت لك من اول ما قعدنا هنا تتكلم بصراحة وبلاش ملوعة. دايما الباب مفتوح قدامكم. ازاي؟ دايما الباب مفتوح قدامكم. بحقد عليكم انكم زي ما قلت لك ليكم فرصة تانية وتالتة ورابعة وألف، وبتتمسح كل حاجة كأنكم لسه مولودين مفيش عليكم ذنب. ده في منكم بيبقى مش مآمن بوجود ربنا أساسا وبيتوب وبيتغفر له. في منكم بيبقى عايش حياته كلها بالطول وبالعرض وبيعمل حاجات أقصى تفكيري، ويجي في الآخر يحصل له موقف يخليه يتوب، والكل نسي كل حاجة كان بيعملها وبقى يدعيله. لكن أنا بغلطة واحدة فضلت الأبد الأبديين ما تغفرليش. هل انت ساعت لي انه يتغفر لك؟ وأنا أسعى ليه؟ عملت إيه لكل ده؟ أنا عملت الطبيعي، رد الفعل اللي الكل كان خايف يعمله. برضه. اه، خسرت كل حاجة وطلعت من أحسن مكان ومش هدخله تاني، فخلاص أعمل اللي أنا عايزه بقى. لكن انتم تسمعوا كلامي وبتمشوا معايا لآخر الطريق، وبتتوبوا وترجعوا وتفضلوا خطائين، وممكن في آخر لحظة في حياتكم القصيرة دي تتوبوا وتبعدوا عن طوعي ويتغفر لكم. ده عدل ده؟
انت اللي بتتكلم عن العدل والظلم طلعت بتحقد علينا فعلا. ده اللي أنا بحقد عليكم فيه. يعني كفاية إن آدم اللي مخلوق زيكم من طين كان سبب في خسارتي في الأول خالص. انتم كمان ليكم حقوق ومتفضلين عليا بجسمكم الضعيف وتفكيركم المحدود. كل ده بيخليني زعلان وغضبان قوي لما بخسر حد فيكم ومكانه يفضى من جهنم جنبي. يلا، ربنا يفضي حواليك كمان وكمان. مع نهاية حلقة النهاردة أحب أشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز أعرف رأي كل واحد فيكم، وأتمنى يكون هدفنا اتحقق إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.